السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي ويا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، يا رب تنولوا الرضا والسعادة وراحة البال. ربنا يرزقكم يا رب برزق الحلال الواسع، اللهم امين، ويخلي لكم اولادكم ويخليكم لي. النهارده بقى يا حبايب قلبي، رجعلكم دايما منورين قناتي ومنورين حياتي. بشكر كل حد دخل عندي جديد في القناه، كلكم على دماغي من فوق، واللي لسه ما اشتركش عندي في القناه. انا سمسمه ودي قناتي يوميا بستمع سمسمه. ادخلوا واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا كده زي تنبيهات كل عشان يوصلكوا اشعار بيا فيديو جديد. تعالوا بقى معايا هنعمل ايه بقى النهارده. النهارده بقى اخدكم بقى من كده معايا بقى ايه، نروح بقى عشان نخزن القمح السنه دي. هقول لكم ازاي بنخزن القمح، وايه افضل قمح احنا بنشتريه كل سنه. الديب بتاعه ما بيسحش معاكي، افضل غله للتخزين تقعد معاكي سنه كامله ما يجرالهاش اي حاجه، وكويسه جدا جدا في العجين وفي الخبز. وكمان بقى هنعمل بقى اكله كده البنات طلبوها مني، اكل يعني هما بيحبوها، مش مكلفه ولا اي حاجه. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر وحطوا بقى لايك يا حبيب قلبي، ويلا بينا صلوا على الرسول نبدا الفيديو. بصوا بقى حبايبي، احسن حاجه بنخزن بها الغله هي البرشام بتاع الغله، بنجيبه من عند العطار، وكمان الملح. هما الحاجتين دول اساسيين معانا كل سنه في تخزين الغله. ادي اهوت البرشام بتاع الغله، ومش شرط ان انا اروح لا اجيب علبه البرشام اللي هي ب 250 جنيه. قلت لا، انا اشتريها كلها ليه؟ اعمل بيها ايه؟ هجيب كده برشام فرط على قد التخزين او على قد كميه الغله اللي انا شارياها وخلاص. هحط بقى كده كل برشامية في قطعة كده من القماش، وهربطها كده عقدة زي ما انتوا كده شايفين. هجهزها بقى الاول عشان لما ابدا احط الغلة في البرميل تبقى البرشام جاهز معايا، اخده واحطه على طول. بالنسبة بقى للغلة، اللهم صل على النبي، احنا بصراحة بقالنا كام سنة ما بنزرعهاش يعني عندنا في الغيط، بس احنا مش نشتريه. بنفضل ان احنا نعمل اكل نزرع برضه برسيم وذرة وحاجات برضه اكل للجاموسة. والغلة بقى النعوز اللي احنا هنعوزه نبقى نشتريه. فالغلة ديت احنا شارينها السنة دي. الارداب بكام يا سمسمة؟ الارداب اللهم صل على النبي شارينه ب1600 جنيه. غلة نضيفة اهيت. ونوع الغلة ايه يا سمسمة؟ نوع الغلة حبايبي، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. نوع الغلة ديت آه جميزة 11. غلة دي كويسة جدا 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 ما بتسحش. طب وايه برضو لو كده وساحت منك بتعوز ان انت عارفه ان الغله بتسيح، فطبيعي ان انت مثلا هتشتري 4 5 كيلو دقيق وتحطيهم على العجين، وانت بتعجني دقيق زيرو. بنجيبها جميزه 11 عشان ما ان هي غله كويسه ما بتسحش معانا. بس فلوس الغله اللي في اول السنه. وعندنا هوت البرميل احنا مجهزينه. اول حاجه مهمه جدا جدا جدا، حاجه بنفرش الملح الناعم في ارضيه البرميل. وبعد كده بنحط بقى الغله. بنعبي الغله كده زي ما انتوا كده اساسي جدا شويه الملح اللي انتوا بتفرشوهم في ارضيه البرميل. وبرضه اقول لكم برضه بقى قبل ما نقفل على البرميل خالص على الغله بنعمل ايه. بصوا بقى يا حبيب قلبي، احنا بنحط القمح طبعا الطش دوت كبير قوي مش عارف نفضيه في البرميل. فاحنا بنحط بقى شويه قمح كده بنقصه في الطش التاني اللي هو الصغير ده. ومعانا الملح. احنا لما بنيجي نخزن الغله بصراحه بنجيب شكاره ملح ناعم بتبقى على قد الغله بس. وطبعا الملح ده مش هيخسر ولا حاجه. نستعمله في الاكل، نستعمله مثلا في الجبنه البيضاء اما بنحط عليها ملح عشان تبقى جبنه حادقه. يعني ما بيخسرش معانا ولا حاجه. بنبدا نقلب الملح في قلب الغله كده زي ما انتوا كده شايفين من تحت كده لفوق. الملح ده ماده حافظه. والبرشامه هو جاهز معايا. البرميل دوت هياخد معايا اللهم صل على النبي 4 حبات حبات برشام من بتاع الغله ده. هنحط بقى اللهم صل على النبي، بصوا ديت اول واحده اهيت. هنحطها كده على القمح كده. احنا دلوقتي تقريبا مالينا اللهم صل على النبي نقول تلت البرميل. بصوا وبعد كده بقى هنحط برضو الملح على القمح زي ما انتوا كده شايفين، لحد بقى ما نقرب نملى البرميل. البرميل اهو تتملى معانا. هحط اخر بقى برشامية هي من حبات الغلة دي، كانت البرشامة الرابعة بس عشان وقت الفيديو ميبقاش طويل. بصوا بقى يا حبايب قلبي، مرة كده من القمح نخلطه كده مع الملح ونحط. هيبقى كده خلاص. احنا دارينا بقى اللهم صل على النبي على حباية القمح ديت بشوية الغلة دول. هنملى البرميل على الاخر. بصوا زي ما انتوا كده شايفين هو محتاج بس حاجات بسيطة كده هنكملها له. صليتوا بينا بقى على النبي، والحمد لله السنة دي الغلة ما فيهاش يعني عفش كتير. الركبة بتبقى بتاعة القمح ديت. وطبعا الغلة كمان ما فيهاش طينة ولا رطش ولا طوب ولا اي حاجة.
يعني الحمد لله انها جت نضيفة كده السنة دي. لو كانت الغلة انت شارياها وجت معاكي فيها عفش وفيها حاجات كده لازم بتقعدي كل شوية قمح كده زي ما انتوا كنتوا شايفين، او كل شوية غلة بتلموا منهم العفش الاول قبل التخزين. احنا عملنا كده السنة اللي فاتت، بس الحمد لله السنة دي ما كانش فيها اي قمح اي عفش. هنقلب بقى كده زي ما انتوا كده شايفين. طبعا احنا خلاص بقى كده ايه ملينا البرميل، واللهم صل على النبي. احنا كمان مجهزين معانا برميل تاني. مهم برضو يا حبيب قلبي في البرميل بتاعك يكون مغسول كويس جدا جدا جدا، ويكون ناشف من المية، ما يكونش فيه اي مية، لان المية ديت هبوظ القمح معاكي وممكن المية دي تعفنه. فمهم جدا ان البرميل يكون ناشف من اي مية زيادة، ويكون متنشف جدا جدا، ويكون مثلا برضو انت مهوية مثلا لمدة اسبوع، يعني تشيلي من عليه الغطا. بعد ما ملينا بقى البرميل كده، ده غطا هوت البرميل. اللهم صل على النبي. بصوا هو خد معانا حوالي شكرتين كده كبار من بتوع الردة. هنحط بقى البلاط دوت كده عشان نحط البرميل التاني. هو بصراحة البرميل ده اصغر شوية زي ما انتوا كده شايفين، ومش هياخد يعني زي البرميل التاني خد معانا حوالي 3 شكاير. ده بقى مش هياخد زيه، هيبقى هياخد كمية قليلة، بس مش مشكلة عشان برضو انتوا عارفين ان الجو حرر. بصوا بقى انا بعمل ايه دلوقتي، شوية ملح اهوت حطيتهم في ارضية البرميل، وزي ما انتوا شايفين البرميل نضيف معايا اهوت وناشف. مفيش فيه اي حاجة خالص. ممكن بقى لو جنبك حد مثلا بتاع الطرش تجيبي منه برميل. ده برميل الطرش، احنا غسلينه كويس جدا جدا ومعقمينه كويس اوي اوي، بتاخديه منه. بعد ما خلصنا بقى برميل، لما لقينا البرميل التاني قفلنا عليه، وتفضل برضو زيادة شوية دولت اللي جنب البرميل. يبقى احنا كده بسم الله ما شاء الله السنة دي ملينا البرميلين دولت، وملينا الشكار اللي جنبهم دول. في بقى شوية قمح كده واقعين هلمهم بقى كده في نص المكان بقى كويس جدا كده من حوالين البرميل زي ما انتوا كده بقى شايفين. ويا رب اكون فدتكم بأي معلومة في تخزين القمح السنة دي. طبعا القمح غالي بس ما فيش غنى عنه، الدقيق كمان غالي. وبعد كده بقى يا حبايب قلبي، بعد بقى ما اخلص المكان بتاعي كده في الترويق وهلم طبعا القمح اللي انتوا شايفينه مرمي على الارض ده، مش هرميه في الزبالة ولا اي حاجة. لا انا عندي مثلا الحمام مربيه، هاخد القمح ده او اديله الحمارة تاكله او ارميه الحمام ياكله. انتوا لسه معايا يا حبيب قلبي. هنخش بقى على الاكل اللي الولاد طلبوا مني بقى صينيه رز معمر وصينيه بطاطس في الفرن. طبعا لا لحمه ولا سمك ولا اي حاجه، اكله خفيفه بس جميله، تاكلي منها لما تقعي، حلوه جدا جدا. غسلت ماء هنا كيلو الربع من الرز وصفيته كويس، حطيته في الصينيه العاديه بتاعتي ديت، ولا طاجن ولا اي حاجه. هي الصينيه الالمونيا دي هي اللي عندي، معلقه من الملح، وحطيت بقى اللبن السخن كان مغلي معايا حطيته مع الملح، وحطيت كمان معلقتين كده من القشطه، وهقلب زي ما انتوا كده شايفين. الناس اللي بتحمل هم الرز المعمر عشان القشطة، انت يا حبيبتي بتجيبي كيلو اللبن تحطيه في التلاجة لمدة يوم، فبيطلع عندك الطبقة اللي هي القشطة على وش اللبن، بتشيليها في طبق صغير زي كده وبتستعملي منها الرز المعمر. بعد كده بتروحي بقى زايدين اللبن كده على وش الرز، وتحطي كام معلقة قشطة كده على الوش وتدخليه الفرن. هنا بقى كان معايا شوية بصلة وعصير طماطم استووا معايا، ونزلت عليهم بقى كده بمكعب شوربة دجاج وشوية مية، وهنزل عليهم بطاطس الشرايح اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما تغلي معايا هدخلهم الفرن. بعد ما خدوا بقى نص ساعة تحت، وبعدين رفعتهم على شبكة البوتاجاز لمدة 10 دقايق. ده كان شكلهم بعد ما طلع من الفرن. ادي صينية الرز المعمر يا حبيب قلبي، وادي صينية البطاطس. أكلة جميلة جدا جدا جدا، جربوها وما هياش مكلفة. تحفة تحفة تحفة. يا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني بأي معلومة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.